السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم في فيديو جديد. صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ اتمنى لو انتوا جداد عندي في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. هنعمل النهاردة مع بعض ان شاء الله مكرونة بالبشاميل. هنعملها بمقادير مظبوطة علشان للبنات الصغيرين تطلع معاهم مكرونة حلوة وزي الفل يعني. عندي مية على النار كده، حطيت فيها معلقة كبيرة من الملح وهحط فيها كمان حوالي 3 معالق كده كبار من الزيت. المية خلاص كانت على وشك يعني ان هي تغلي. هنزل فيها بقى كيس مكرونة اللي هو 400 جرام. المكرونة دي نوعها حوا، انا بحب استخدمها بتكون حلوة قوي. كيس المكرونة ده بنستخدم له حوالي ربع كيلو من اللحمة، بتطلع معانا بقى مظبوطة كده، ولا اللحمة زيادة ولا هي قليلة. هنسيب بقى المكرونه بتاعتنا تستوي، هتاخد حوالي 8 دقايق، من 7 ل 8 دقايق على النار، ما تسويهاش اكتر من كده. عندي بقى هنا مكعب من الزبده، هنزل فيه بصلايه كبيره معموله في الكبه على الفرمه خشنه، او انت مقطعاها على ايدك يعني كده مكعبات. دي بصلايه كبيره، هسيبها بس ان هي تدبل شويه. هحط لها الاول شويه من الملح، رشه صغيره، ورشه صغيره برضو من الفلفل الاسمر. هقلبها بقى واسيبها تدبل شويه. بصوا انا مش حاطه ماده دهنيه كتير، علشان كده كده اللحمه بيكون فيها برضو نسبه دهون. بعد ما البصله دبلت شويه، هي ما خدتش لون، اللون ده اللي هو بتاع الزبده، فهي ما خدتش لون، هي دبلت بس. هنزل عليها بقى واحده كده من الفلفل الرومي، مقطعاها برضو مكعبات صغيره، حبايه يعني. هقلبها وبرضو هسيبها تدبل مع البصل بسيط كده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بصوا بعد ما الفلفل دبل شويه مع البصله، نزلت عليه بقى ربع كيلو من اللحمه المفرومه. هفكها كده عليها وهقلبها معاها. العصاق بقى ما بياخدش وقت خالص، وبالذات كمان دول كميه قليله قوي، فمش هتاخد وقت يعني. بعد ما فكيتهم بقى مع بعض، هنزل عليهم ملح، فلفل اسمر، ورشه صغيره خالص من القرفه، والتوابل مشكله برضو رشه صغيره من كل حاجه كده، ربع معلقه، ما عدا رشه القرفه، هي رشه بس بسيطه كده. القرفه مع اللحمه ومع الفراخ انا بحبها قوي في سلق اللحمه والفراخ، بتدي طعم حلو جدا، وبالذات بقى مع العصاق ده بتكون طعمها حلو. بعد ما قلبتهم بقى، نزلت عليهم طماطمايه كمان مبشوره بقى، او ضربها في الخلاط، او ممكن كمان معلقه من صلصه الطماطم. هقلبهم بقى مع بعض، ومش هياخدوا 3 دقايق وهيكونوا استووا مع بعض كده. خلاص اهي، بصوا اللحمه بعد ما استوت، هرفعها بقى من على النار. وكمان المكرونه كانت اتسلقت، هوريها لكم دلوقتي. هصفيها بقى من الميه ومش هغسلها. اهي بصوا اللحمه، هنا المكرونه خلاص اتسلقت اهي. هصفيها من الميه ومش هغسلها، بصفيها بس. نفس الحله اللي هي كنت بقى اسلق فيها المكرونه، هحط فيها معلقتين كبار كده من الزبده، وهنزل عليهم معلقه كبيره من الزيت يسخنوا كده. وبعد كده هنزل عليهم بقى الدقيق، هنزل 3 معالق مليانين من الدقيق. بصوا مليانين ازاي، معرمين يعني، او ممكن تعملي 4 معالق ما يكونوش مليانين قوي زي كده. هقلب الدقيق بقى مع الزبده لحد ما اشم ريحه الدقيق كده مع الزبده، علشان بعد كده لما تيجي تاكلي المكرونه لازم تسوي الدقيق كويس قوي مع الزبده، عشان ما تحسيش بعد كده بطعم الدقيق. اقلبهم بقى كويس قوي لحد ما اشم ريحتهم كده. وبعد كده انا محضره بقى رتل من الحليب او كيلو من الحليب اهو. بصوا كده خلاص بقت جاهزه معايا. بصوا مش حاطه ولا زبده زياده ولا سمنه زياده، بحط على القد بالظبط علشان ما يكونش برضو فيها دسم كتير. هنزل عليها بقى اللبن او الحليب. ده بصوا انا بجيبه من عند اللبان على الحل على طول، بكون عارفه يعني ان انا هعمل مثلا مكرونه، او برضو بستخدمه في الرز بلبن برضو بنفس الحكايه، من عند اللبان للحل على طول، ما بغلهوش قبل كده علشان يبقى لسه محتفظ بخيره وبالقشطه بتاعته بكل حاجه.
طبعا لازم تكوني واثقه في الراجل يعني اللي انت بتجيبي منه اللبن وكده، لحسن يكون قاطع ولا حاجه، فيعني هاتي من حد مضمون. هفضل بقى ايدي فيه لحد ما البشاميل يتقل معايا ولا ايه غلي كده مع اللبن اهو. بصوا بدأ بقى يعمل فقاقيع اهو. كده تعرفي ان هو بدأ ان هو يغلي، وكمان سمكه تقل بقى معاه. بصوا اهو. طبعا هو لما بتطفي عليه وبتسيبيه شويه، مش شويه، اللي هي اقل من دقيقه، بتلاقيه يتقل كمان اكتر ما انت شفتي كده اهو. بصوا بدأ يعمل فقاقيع اهي. هحط له بقى ملح وفلفل ورشه صغيره من جوز الطيب، رشه صغيره خالص. جرشتها كده قبلها وبعد كده حطيتها يعني. اقلبهم بقى كويس وهطفي عليهم بقى النار وكده البشاميل يكون جاهز معايا. وتعالوا بقى ايه نجهز الصينيه بتاعتنا. الصينيه حطيت فيها مسحه صغيره كده من الزيت، وهنزل فيها حبه كده من البشاميل، يعني كبشه كده وربع مثلا. هفردها في الصينيه. بعد كده شلت حوالي 4 كبشات زي اللي انتوا شفتوهم دول، شلتهم على جنب للوش. وفي نفس برضو الحله هنزل فيها المكرونه اللي احنا سلقناها، وهقلب المكرونه بالبشاميل كويس. هقلبهم بقى مع بعض لحد ما اتاكد كده ان المكرونه كلها خدت من البشاميل كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى نص الكميه وافردها كويس قوي في الصينيه. بعد كده جبت اللحمه بقى وهنزلها برضو عليها. كنت شغلت الفرن بقى على درجه حراره 250. انا بشغل فوق وتحت مع بعض، بتاخد حوالي 40 دقيقه بالظبط. ممكن تشغلي من تحت الاول، لما تلاقي الاطراف بتاعتك خدت لون بسيط كده تروحي مشغله الشوايه تاخد لون من على الوش. هفرد بقى اللحمه كده، وبعد كده هنزل بقيه كميه المكرونه، وهساوي الوش بتاع الصينيه بتاعتي. نزل بقى بقيه الكميه. هساوي بقى الصينيه كويس قوي، وبضغط عليها كده وانا بسويها علشان لما تيجي تطلعي بعد كده تبقى الخرطه تطلع معاكي مظبوطه في التقطيع يعني. وجبت بقى البشاميل اللي انا كنت حاطاه على جنب، اللي هم 4 مغارف او 4 كبشات يعني، وهحطه بقى على الوش كده. هفردها كويس وادخلها الفرن ونشوفها ان شاء الله بقى بعد ما تخرج من الفرن. كده الصينيه بتاعتنا اهي بعد ما خرجت من الفرن بعد 35 دقيقه بالظبط، بقى ده شكلها. خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. على فكره انا صورت لكم اول ما خرجت من الفرن على طول، حتى كانت سخنه لسه مولعه. انا بالنسبه لي احلى مكرونه تاكليها بعد ما تخرج من الفرن على طول، ما تستنيش بقى ان هي تبرد ولا حاجه. ولو على فكره قطعتيها بالسكينه هتطلع معاكي برضو خرط، طالما انتي ضغطتي عليها كده بعد ما سويتي الصينيه هتطلع معاكي ممتازه جدا. بصوا كنت بطلع شويه كده في الطبق. قلت اروح اجيب معلقه كبيره عشان المعلقه دي كانت صغيره، علشان اوريكم بقى الصينيه من جوه. المقادير دي بتكون مظبوطه جدا. لو انت بقى عايزه البشاميل بتاعك يكون كتير شويه، ممكن هتزودي، هيبقوا 4 معالق من الدقيق، وهتزودي كوبايه كمان من اللبن او كوبايه من الشوربه. ساعتها هتطلع معاكي البشاميل بتاعها كتير، بس دي بتكون كده مظبوطه اهي. بصوا بقى من جوه شكلها عامل ازاي، ما شاء الله. كان طعمها حلو جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.